نحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، وسوق البالات في مدينة الناصرية يزدحم بالمتبضعين وخصوصا من الشرائح الفقيرة بحثا عن ضالتهم من الملابس التي يتهيئون بها إلى العيد. طبعا هنا الأسعار يعني رخيصة، وكذلك هي أيضا من ماركات عالمية. هذه الملابس القمصان طبعا هي من مناشئ أوروبية يأتون بها من مناطق مختلفة من أجل عرض بضاعتهم. أسعار هذه الملابس طبعا مثل هذا القميص ب2500. بائع هذه البسطة يقوم ببيع يعني قطعتين ب5000، وأحيانا أيضا يتساعدون مع المتبضعين خصوصا من الشرائح الفقيرة ويعطوهم بأسعار أقل من ذلك. وهذه البسطة أيضا أسعارها كما يقول صاحب البسطة ب2000 دينار لكل قطعة. طبعا مناشئها كلها أجنبية أوروبية وجميلة أيضا ونظيفة. أغلب العائلات يصلون إلى هذا المكان من أجل الحصول على قطع يعني مختلفة من الملابس. وما زال السوق كما شاهدت في هذه الجولة التي هي مستمرة داخل سوق البالات مزدحمة بالأهالي الذين يصلون إلى هذا المكان. ما زالت جولتي متواصلة في سوق البالات وسط مدينة الناصرية. والأخ عباس، أنت هناك بيع عباس؟ حياك الله. اي والله احنا هنا من زمان، احنا قديمين بهاي البالة. نعم. احنا هاي البالة اكو بيئة تجي من الخليج. نعم. وتجي هسه اكثر شيء صار من الصين. من الصين. يعني هنا عندنا هذا القميص. نعم. هذا ب 3000 قطعتين ب5. والله يعني مرتب مثل ما تقول السبت تنزل الاسعار، يعني يصير 3 ب5. يعني هنا قبل رمضان؟ والله قبل رمضان مو كلش. والله بعدين لا، الحركه صارت زينه ونعمه، يعني العالم تشتري. يعني قبل نهايه رمضان يعني؟ لا نعمه، يعني قبل العيد يعني. لا نعمه. والله بركه خير من الله. اكو حركه يعني. اكو حركه. والعالم من ساعه لساعه تكون؟ والله نجي ب8 هنا الصبح. نعم. نعزل ب5 5:30. نعم. قبل الفطور، وبالايام العاديه هم نجي ب8 نظل ل7 بالليل. اغلب الناس منين يجيكم شرائح فقيره؟ والله فقيره، يعني يجي الدكتور. يعني الضباط، الفقراء، المهندسين، كل شيء يعني جاي يجون. شرائح متنوعه. اي يعني كل شيء. هم هذا سوق مثل ما تقول الكلها، مو بس للفقير. نعم. يعني ناس كلها بايعها، هاي الناس يعني كلها موظفه، يعني قطعه حلوه، قطعه اصليه مثل اللي ياخذها يعني ب 3000 2 ب5. نعم. كلش يعني مو بس قمصان، عندنا البناطير. شكرا لك حبيبي. يقول الشاعر المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد. طبعا كما شاهدتم أغلب الشرائح الفقيرة قد وصلت إلى هذا المكان من أجل الحصول على قطع الملابس لعيد الفطر السعيد إن شاء الله. أتمنى أن تكون هذه الجولة قد راقت لكم. ألتقيكم في جولات أخرى. تحياتي للجميع. على القميص